ازيك يا لوزة؟ عاملة ايه؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. طبعا انتوا عارفين انا لسه جاية من الشغل. قلت ايه اما اطبخ كده عشان نتعشى. طبعا هنا انا جبت الحلة وحطيت فيها 3 معالق سمنة، وقلت اما اشوح كده الفراخ. انا بحب اشوحها قوي، بيبقى طعمها بصراحة بيفرق كتير. هنا هو ايه، انا بحط طبعا غسلتها غسلة حلوة بليمون وخل وكده، وقلت اما اشوحها كده معاكم. متنسوش يا لوزة انت وهي المتابعة والاشتراك، وتنسوش اللايك الحلو والدعوة الحلوة في الكومنتات، وليكن مثل ان شاء الله. ولو في اي حاجة في الفيديو يا اخواتي قولولي، يعني مثلا الاضاءة، الصورة، الصوت مش واضح، انتوا عرفوني يعني. عادي، احنا اخوات وهنتقبل من بعضنا. يا رب اكون خفة كده على قلبكم. هنا انا حطيت الفلفل الاسود، حطيت 2 طماطم، وحطيت بصلاية والفلفل الاسود والملح، وحطيت واحدة مرقة. عايزة اقول لكم بتدي طعم تحفة تحفة بجد. انا طبعا حطيت المية، قلت اخليها ايه بقى تستوي كده مع نفسها اهي. طبعا انا غطيتها اهو. دلوقتي قلت ايه اما اعمل البسلة. طبعا حطيت معلقتين زيت. بصراحة انا بحب البسلة، بحب اعملها بزيت، بحبش اعملها بسمنة، عشان بتخلي بعد كده ايه طعمها بيبقى، بصراحة بحس ان هو مش بيبقى لطيف تمام. وطبعا على حسب حرية يعني كل واحد. هنا هو انا حطيت بصلاية. طبعا البسلة متفرزة تمام في الفريزر. وادي الجزر، انا بحب الجزر يبقى كتير في البسلة، بيدي طعم حلو يعني. هنا انا بشوحها الاول مع البصلاية، وبحط التوابل. حطيت الفلفل الاسود والكزبرة والمرقة تمام. وهنا هي الطماطم برضه انا مفرزاها في الفريزر. طبعا انا شغالة وكده، فبصراحة الحاجات دي بتسهل عليا كتير. باجي بقى من الشغل بقوم مطلعة، او مثلا قبل ما انزل اطلع، او مثلا اخلي مثلا تمارة بنتي تطلع كده يعني، وانا في الشغل اكلمها تطلع لي كده، بيبقى سهل كتير عليا. طبعا انا حطيت الشوربة، وسبت ايه بقى البسلة كده مع نفسها. هنا طبعا قلت اما اعمل الرز، احنا بنحب الشعرية كتير عن الرز يعني. هنا وانا حطيت زيت برضو، محطتش سبوه برضو سمنة. بصراحة بص احنا بنحبها كده فاتحة يعني بتبقى احلى. وبرضو حسب كل واحد طبعا، لما بيجي ايه انت بقى ايه يعني، انت بقى واللي انت عايزاه يعني، تبقى عايزاها فاتحة غامقة كده. انا حطيت المية. يا رب اكون كده، يا رب اخفى على قلبك، يا رب ارزق كل مشتاق كده بالذرية الصالحة، و... ويصلح حالك ويبعد عنكم اي حاجة وحشة يا رب. وان شاء الله باذن الله ربنا كده يرضيكوا يا رب. متنسوش المتابعة كده، ومتنسوش كده الكلمة الحلوة والدعوة الحلوة، و... وعايزاكوا ايه ان شاء الله تقولوا لي بتتابعوني منين، و... وتقولوا لي ان شاء الله ايه رأيكم في الفيديو. لو في اي حاجة عرفوني برضو. هنا وانا حطيت ايه سمنة في الصينية، وقلت ايه اما احمر الفراخ، وحطيت حبة ملح، حبة الفلفل الاسود. الملح لما بتحطيه في الزيت او في السمنة اللي انت بتحمري فيها الفراخ، مش بيخلي الفراخ تلزق، فاهمين؟ يعني بيخليش الفراخ تلزق خالص في الصينية، ما تقلقوش. وبغطيها عشان تديني اللون ده، عشان برضو احنا بنحبها كده. هنا هو ايه الرز، عملت بقى شكل كده لطيف. يا رب ان شاء الله اكون كده كنت خفة على قلبكم،
ومتنسوش الدعوة الحلوة ولو في اي حاجة قولولي. مع السلامة حبايب قلبي.